هنعمل النهارده فطاير بجوز الهند. الفطاير دي اقتصاديه من غير سمنه ولا بيض ولا لبن ولا زبده ولا اي حاجه خالص، وطعمها يطلع جميل وطريه وكل حاجه يا جماعه. عندنا كيلو من الدقيق هنحطه كده في البوله بتاعتنا، وفي جنب هنجيب كوبايه من السكر وهندوبها في ميه سخنه. تمام، انا عايزه السكر يدوب جدا في الميه وهسيبه في جنب كده لحد ما ابتدي احتاجه. هرش عليه رشه من الفانيليا، ودي اختياريه برضو، بس الفانيليا بتدي ريحه طبعا للفطير يعني، بس مش اساسيه معانا في الوصفه. فانا هنا حطيت السكر عليه فانيليا والميه، وابتديت اقلب كده كويس لغايه ما السكر داب جدا، وسبتها بقى على جنب تبرد شويه. وكمان جبت كوبايه حطيت فيها خميره وحطيت فيها ميه دافيه وسكر، وسبتهم مع بعض يخمروا شويه. طبعا في بقى بره البوله بتاعت الدقيق بتاعتي. طيب اهو سبتها هي الخميره مع نفسها. بولة الدقيق بقى هرجع تاني واحط عليها رشه من الملح، وهنزل كمان رشه من البيكنج باودر. وهبتدي ان انا احط جوز الهند بتاعي. جوز الهند ده يا جماعه اختياري، انا بحبه بجوز الهند. ممكن تحطوا قرف، ممكن تحطوا جوز هند، ممكن تخلوه ساده خالص، انتوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. وهبتدي بقى احط كوبايه من الزيت. الكوبايه من الزيت نباتي، مش زيت زيتون ولا اي حاجه خالص، زيت نباتي عباد الشمس بتاعنا. وهبتدي ان انا ابس الدقيق في الزيت. يعني ايه بس الدقيق في الزيت؟ يعني اغلف كل الدقيق بالزيت، اتاكد ان كل الدقيق الابيض ده اتغلف بالزيت كويس جدا جدا لغايه ما يديلي في الاخر قوام بيتقال عليه قوام ملح رمل البحر، اللي هو تمسكيها تبقى جامده بس في نفس الوقت تفتت، يبقى شبه رمل البحر كده زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى نبسه كويس، والخطوه دي بتاخد وقت شويه بس علشان يطلع معانا مظبوط وجميل. تمام، بصوا بفركه في ايدي كده فرك حلو الكلام. وبعدين هضيف ايه بقى؟ هضيف اللي عارفين الفاكرين ميه بسكر اللي ابتدت تبرد، هجيبها واحطها مش كلها، احط حبه منها بس علشان الميه ما تزيدش معايا. اوكي، وبعدين هبتدي ان انا طبعا هي ميه هي غامقه علشان هو سكر التموين غامق اصلا مستخدماه، انتوا هتلاقوها بيضه لو سكر مستخدمينه سكر ابيض. وهتبتدوا ان انتوا بقى تعجنوا كده شويه. انا مش هحطها كلها عشان لسه هحط الخميره بالميه. تمام، فخلوا بالكم. فانا حتى هنا الخميره بعد ما حطيتها بالميه ما احتجتش بقيه الميه والسكر. تمام، وكانت مسكره معايا وجميله. هبتدي بقى ان انا اعجنها عجن كده لغايه ما تلزق في ايدي، بس ايدي طالعه نظيفه والبوله بقت نظيفه زي ما انتوا شايفين. يعني هي ملزقه شويه بس البوله وايدي بتطلع نظيفه. هسيبها بقى تخمر زي ما احنا عايزين بقى ساعه ساعتين، نسيبها براحتها لان الزيت بيخلي تخميرها ضعيف. تمام، فهنسيبها شويه. بعد ما خمرت هنا عندي هاخدها وابتدي بقى ان انا اكورها، اعملها دواير اشكلها. انتوا هي طبعا عشان مسكره مش هينفع نحشيها جبن او حاجه زي كده، فهي بتبقى ساده طعمها حلو جدا. بعد ما كورتها ببططها كده بايدي بس تبطيطه خفيفه، واسيبها تخمر كمان ربع ساعه كده بره، ادخلها الفرن وتطلع معانا القمر ده زي ما انتوا شايفين. فطار بقى، لانش بوكس، سناكس في نص اليوم جعانه، هتبقى جميله قوي معاكم ولذيذه. عجبكم الفيديو؟ متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في وصفه تانية.